بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل يا عم عبد. دستور الدين ايه؟ لله والدستور للجميع، دستور مصر كل بقى شعب مصر من اول الامازيغيين على حدود ليبيا لغايه النوبه على حدود السودان. مثل كل طب شعب مصر. كل دول لازم يشتركوا في الدستور. بالعمال اللي هم الغلابه اللي ما حدش بيعرف يتكلم عن حقوقهم. باخواتنا المسيحيين. كله لا نفرق بين لون ولا عرق ولا دين. صحيح. انا بقول ايه؟ دين لله ودستور للجميع. صحيح. وليس تفصيل معين. صحيح. وليس العسكر ولا الاخوان ولا السلفيين. نقول يا جماعه مصر ملك المصريين كلها. مصر كل ملك كل المصريين. طب دلوقتي يا عم عبده هم مصرين في الحريه والعداله ان هم يكملوا، وزي ما بيقول لك القطر طلع ومحدش هيوقفه بقى والكلام ده. صلى الله عليه وسلم. انا معايا اصلا انا صاحب مبدا بقول ايه؟ ايد واحده مصريين. صحيح. انا مش عارف تشتغل معايا دي في الميدان ولا لا. سليم بقول ايد واحده مصريين. انا ما عنديش اختلاف ولا مع الاخوان ولا مع السلفي ولا مع الليبرالي ولا مع اليمين ولا حتى مع الكافر. مش مشكله معاه. كل اللي يهمنا الدستور. انا اللي يهمني مصر. يعني ايه مصر؟ يعني حتى اللي ما عندوش دين ده انا حاسبه على مصريته على حدود وجبات. صحيح. لكن اللي بيحاسب كله في اخر ربنا. هو كل واحد في الاول والاخر هو اللي هيدوم. هو كل المولى عز وجل. صحيح. امال احنا ليه مصدرين نصدر لبعض المشاكل؟ الرسول قال لك ايه صلى الله عليه وسلم؟ قال لك تفرقت الايه؟ اليهوديه على 71 فرقه. وتفرقت النصارى على 72 فرقه، وتفرقت الاسلام على 73 فرقه. خيركم من امن بالله وكتاب الله وسنته. حلو. احنا ليه ما بنشوفش اليهود يتخانقوا مع بعض يقولوا انت كذا وانت كذا وانت كذا؟ يعني عندهم 71 مله. خلي بالك. مش هي نفس القصه. المسلمين ليه انت ليه دخلتني في بلاد ثانيه؟ يا عم انت دخلت في بلاد ثانيه. انت ليه بتفضل مشاكل انا في غنى عنها؟ يا اخي في سوقي وفي اللي متدروش وفي اللي كلها ربنا حاسب في الاخر. يعني العقيده لله وهو ربنا سبحانه وتعالى اللي بيحاسب. يا سيدي الفاضل لكن البني ادمين ما حاسبوش بقى بعض يعني. ربنا قال لك كرم بني ادم. صحيح. قال لك كرم بني ادم. اعدل طول ما انت في ناس تتكلم فيه والبلد كلها فساد ورشوه. طب انت في رساله معينه حابب توجهها يعني للناس اللي قايمه على قصه اللجنه التاسيسيه بتاعت الدستور؟ نعمل دستور ضد الرشاوي وضد المحسوبيه وضد الفساد. ازاي هتكتب حاجه انت مؤمن بيها؟ صحيح. يا حبيبي انت لو عايز تعمل انا بقول لاخواتنا اللي قاعدين في الساعه، انت لو عايز تبني البطاقه هتبنيها في اسبوع. بايه؟ بقانون هتعمله بال20 سلاح آلي او سلاح ناري هتوصل فيه السجن. صحيح. سليم؟ وقع معاك شهر تسليم سلاح، بعد كده ذنبه على جنب زي ما بيقولوا يعني. صحيح. وال20 سلاح عمل 5 سنين سجن. احنا زمان قالوا 6 اشهر مطوه وعدت شهر مطاوه. انت هتعمل قانون ضدك وانت عندك سلاح، ومين عارف ان الحريه ما عندهمش سلاح والسجن ما عندهمش سلاح والجديد ما عندهمش سلاح. الوحيد اللي ما عندوش سلاح الشعب المصري. اللي هو احنا المستقلين. لا اللي هم المصريين اللي هم اصحاب البلد. صحيح. ما حدش هيجي يمشينا من بلدنا. لا خالص ان شاء الله. اشكرك يا عم عبده. اشكرك. اشكركم.